بغيت نوصف لكم هاد التحلية ولكن ما قدرتش نعطيها حقها في الوصف لانها فعلا شي حاجة رائعة جدا، كتجي لذيذة، واحد المذاق فيها وواحد المزيج من التقرميش وواحد التعليكة، شي حاجة اللي خطيرة. في واحد الكاسرول عملت 3 ديال الملاعق كبارين عامرين مزيان ديال الكريم باتير وجوج ملاعق كبارين ديال السكر سنيده، ما تكثروش السكر بزاف. غادي نضيف واحد الساشيه ديال الفاني او سكر فاني ونصف لتر ديال الحليب، غادي نخلطهم مزيان مع بعضياتهم. من بعد غادي نوضع الخليط ديالي على النار، على نار متوسطه مع التحريك المستمر حتى يتقلي ويعقد لي بهذا الشكل. من بعد ما عقد لي غادي نزيد عليه ملعقه ديال الزبده وغادي نخلط مزيان وهو مازال سخون. غادي ندخل فيه داك الزبده، من بعد غادي نفرغ الخليط ديالي فوق في واحد الصحن او في اناء وغادي نغطيه بلاستيك غذائي ونلامس داك البلاستيكه السطح ديال الكريمه باش ما تشكليش واحد القشره في الوجه. من بعد خديت هنايا نص ربع ديال الكنافه، عملتها فيها شوار، زدت معاها ملعقه ديال الزبده مذوبه مع شويه ديال الزيت، وزديت واحد الملعقه ديال السكر كلاصي. غادي نطحنها ندوزها في الهشوار غير شويه، ومن بعد عملتها في واحد المقيله وديتها على النار خليتها حتى تحمرت لي داك الكنافه بهذا الشكل. من بعد خديت واحد الساشيه ديال الشونتيي وكاس ديال الحليب، طلعتهم واحد شويه، ما نطلعوهمش بزاف حتى يعقد، غير واحد شويه، خليوه مازال خفيف واحد شويه. من بعد خديت داك الكريم باتير ديالي من بعد ما برد، غادي نخلطو، غادي نخدمو بالخلاط الكهربائي حتى يرجع واحد القوام ديالو كريمي. من بعد غادي نضيف عليه داك الشونتيي شويه بشويه وانا كنخلط حتى نتحصل على واحد الكريمه اللي تكون عاقده وتكون بهذا الشكل هذا. صافي من بعد خديت الكؤوس اللي غادي نقدم فيهم التحليه، عملت فيهم طبقه ديال الكنافه وطبقه ديال الكريمه وثاني عاود طبقه ديال الكنافه وطبقه ديال الكريمه، وفي الاخير زدت عليهم الفواكه. انا خديت هنايا المانغا اللي قطعتها مربعات صغارين بهذا الشكل وعملتهم من الفوق، تقدروا تعوضوها بالخوخ معلب اولا اي فاكهه كتفضلوا. صافي وهذا كان هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالنا، كتجي رائعه جدا، كتستحق التجربه. للمزيد من الوصفات تابعوا قناه مطبخ عائشه العافيه، ومع السلامه.